الدماغ هو أخطر وأعقد عضو في جسم الإنسان، والوزن ديالو تقريبا كيلو ونص، ولكن هو اللي كيتحكم في كل حركة وفي كل فكرة وحتى كل إحساس كتعيشو. الغريب هو أن الدماغ ما كيحسش بالألم، تقدر تجرح أو لا تقدر كاع تقطع، ولكن هو ما كيتألمش. الألم اللي كتحسو في الراس راه جاي من الأعصاب اللي دايرة بيه، ماشي من الدماغ نفسه. الدماغ كيبقى خدام حتى ملي كتكون ناعس، في الحقيقة كيخدم أكثر في الليل من النهار. هو اللي كيرتب الذكريات، كيصلح الأخطاء وكيخلق الأحلام. وكاين حاجة خطيرة، الدماغ ما كيقدرش يفرق بين الخيال والحقيقة في بعض اللحظات. داكشي علاش كتفيق بعض المرات مفزوع، ولا كتحس بوجود شي حد معاك وما كاين حتى شي واحد. الدماغ كيستهلك تقريبا 20% من الطاقة ديال الجسم ديال الإنسان، مع أنه غير 2% من الوزن ديالو، يعني هو أكبر مستهلك للطاقة فيك. كاين فيه حوالي 86 مليار خلية عصبية، وكل خلية كتواصل مع آلاف الخلايا الأخرى. يعني في جسم كاينة شبكة معقدة كتخدم بلا توقف. والأخطر، الدماغ يقدر يخدعك، يقدر يخليك تشوف حاجات ما كايناش، تسمع صوت ما تصدقش بلي حقيقي، ولا تحس بألم في عضو وهو سليم. وحتى ملي القلب كيحبس، الدماغ كيبقى حي لثواني وربما لدقائق. دابا السؤال، إلا كان هاد العضو كيعرف كل شي عليك، واش انت كتعرف عليه شي حاجة؟